السلام عليكم ورحمة الله. ياسين واحد من بزاف ديال الشباب المغربي اللي كيقلبوا على لقمة العيش بالحلال. فياسين خرج نهارو باش يخدم، ما كانش عارف باللي القدر اللي كيتسناه ماشي هو الرزق ولكن واحد الشبكة شيطانية إجرامية. اليوم إخواني قلبنا كيتحرق بطبيعة الحال، وكلنا تبعنا المستجدات ديال خونا ياسين رحمه الله على مواقع التواصل الاجتماعي، وماشي غير حيت ياسين مات ولكن حيت الطريقة باش تصفات ليه كتخليك إخواني أنك تسول واش هادو بشر ولا وحوش. اليوم إخواني غادي نكشفوا تفاصيل ما عمركم سمعتوها على هذه القضيه اللي هزات الراي العام. فتسعود ديال الناس عسكريين وممرضات اخواني كانوا داخل في هذه الشبكه الاجراميه وشبكه ديال الغدر. فشنو وقع بالضبط؟ فخليكم معايا حيت هذا الشيء اللي غادي تسمعوا اخواني دابا ما كاينش في العناوين العاديه ديال المواقع التواصل الاجتماعي. كان الليل عادي اخواني ذاك النهار، خارج يخدم بطريقه عاديه. كان المؤلف كيخدم داخل المدينه، غادي تجي واحد الاتصال باش انه يخدم خارج المدينه. فياسين اللي معروف بالامانه ديالو وصلوا واحد الطلب عبر التطبيق ديال التوصيل. الوجهه شنو هي؟ الوجهه هي سلا في منطقه كتعرف الحركه اخواني، ولكن كانت هي الفخ اللي تضرب فيه ياسين. فشكون اللي استدرجاته؟ بطبيعه الحال هي الفاميليا اللي المفروض انها تكون ملائكه الرحمه، ولكنها كانت هي العقل المدبر اللي حط الطعم. فهاد الممرضه اخواني وهاد الفاميليا استعملت الذكاء ديالها وتواصلت مع العسكري المتهم الرئيسي هو اللي صفها لياسين. فهنا اخواني كيقولوا الكلام اللي كيروج حاليا اللي كيدور في الكواليس ان هاد الناس ما كانوش كيقلبوا غير على سرقه بسيطه. كاينين هضره كتقول باللي كانوا ناويين انهم يخدموا هاد النوع ديال الاستدراج كعمليه تجريبيه لشبكه اكبر ديال النصب والسرقه. وسبحان الله اول عمليه غادي تشدوا غادي يتم القاء القبض عليهم. فالمتهم الرئيسي اخواني اللي هو عسكري واقف قدام التحقيق وكيدير فيها المضطرب نفسيا وكيغوت وكيهلوس. فكيبان بانه السيد يا اما عنده ادمان يا اما لاعب علينا بانه مسطي باش يخرج من هذه القضيه كالشعره من العجين. كيقول باللي كان تحت تاثير المخدرات وباللي ما كانش واعي باللي كيدير. اخواني واش كاين كذوب اكثر من هذا الكذوب؟ انسان عسكري مدرب على الانضباط كيولي مريض غير فاش كيتشد. فلا حول ولا قوه الا بالله. وسبحان الله ملي كنتي كدير هذيك الجريمه فانت كنتي كتقدر تسوق السياره حتى للدار البيضاء. فهذا الشيء اللي دار اخواني انه ساق السياره ديال ياسين وهو داير في الكوفر قبل ما يصفيها ليه، وساقها حتى للدار البيضاء. ركب الخال ديالو ركب ناس اخرين تما، ما كنتي بعقلك تما، كنتي عارف شنو كدير. سبحان الله اليوم وليتي مضطرب نفسيا. فياسين تقاتل اخواني، ياسين خنقوه ببروده دم. فالتحقيقات اخواني دابا كتقول باللي هذه الفرمليه هي اللي كانت كتعطي التوجيهات من بعيد باش يضمنوا باللي الجثه ما تفيقش. حاولوا انهم يحرقوها ويساليوا في هذاك المعالم ديال الجريمه. فتصوروا معي اخواني حرق جثه باش يمسحوا اثار ديال الجريمه. فهذا الشيء كيخلي الواحد يسول فين وصلت الانسانيه بينا. فدابا التحقيقات ولات معقده اخواني بزاف. النيابه العامه خدات الملف بجديه، وعندنا تسعود ديال المشتبه فيهم من بينهم عسكري جوج العساكريه وممرضه وفتاه اخرى في اطراف اخرى اخواني شاركت في التغطيه. فتخيلوا معايا كاينين هضره كيقولوا باللي واحد من المتهمين حاول يبيع التليفون ديال الضحيه في السوق معروف وباعوا لواحد عسكري اخر. يعني كانت واحد الشبكه ديال السرقه كيبيعوا دوك التليفونات للناس اللي كيعرفوهم اللي كيكونوا كيخدموا خدام للدوله او خدام سابقين للدوله، كيبيعوا لهم التليفونات حيت كيكونوا كيعرفوهم وما كيكونوش عارفين واش ما كيكونوش عارفين سارقينها. الله اعلم، ما نقدروش نعرفوا شنو كاين في القلوب وما نقدروش نفهموا الغيب، ولكن هذا الشيء راه واضح اخواني وكان غادي يوقع في الفخ اخواني لولا الذكاء ديال واحد المحقق اللي كان متخفي وتبعوا واستدرجوا وشد ليه التليفون وقال ليه منين جاك التليفون؟ غادي يقول ليه شريته من عند واحد السيد. هنا غادي تبدا المعالم اخواني ديال الجريمه كتوضح، وغادي يبداو المتهمين كيبانوا. فهاد الناس اخواني من تحطوا في المواجهه من بعد ذاك العسكري ما جبد لهم الاول، ومن بعد ذاك الاول جبد لهم ناس اخرين، وهكا يا اخواني تجبدوا تسعود اخواني بداو كيتهموا في بعضياتهم. كل واحد كيقول انا ما درت والو، هو اللي قال لي هكا، هو اللي دار. كاينين تناقضات حاده، كل واحد فيهم كيقلب على انه يخرج راسه. فالفرمليه اللي كانت كتبان في العيون ديال الجيران باللي هي بنت الحلال دابا هي وسط اكبر فضيحه اخلاقيه وجنائيه في المنطقه. شكرا لكم اخواني على المتابعه والسلام عليكم.